دعوني أتأمل معكم هذه الكائنات. عندما ننظر من حولنا ونتأمل تريليونات الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض، نجد أنها ليست مجرد مخلوقات عبثا، إنما لها مشاعر ولها وعي ولها إدراك وإحساس، تتألم وتحب وتشعر وتتذكر. بعد أكثر من 2500 دراسة علمية لم يجد الباحثون مفرا من الاعتراف بأن الحيوانات لها أحاسيس ولها مشاعر، فهي تتذكر وتحب وتكره وتعيش حياة اجتماعية شبيهة بالمجتمعات البشرية. هذا ما وصل إليه البروفيسور مارك بيكوف من جامعة كولورادو مؤخرا، والذي يؤكد من خلال مجموعة من الكتب والمحاضرات والأبحاث العلمية، وبعد 30 عاما من التجارب برفقة فريق كبير جدا من العلماء المتخصصين بعلم السلوك الحيواني، وجدوا شيئا عجيبا، أن هذه الكائنات يجب أن نتعامل معها كما نتعامل مع البشر، لأن لها مشاعر من الحب والكراهية والعنف والبغض وغير ذلك. فالدببة مثلا تظهر مشاعر التعاطف مع الآخرين، والذئاب تشارك الأصدقاء أحزانهم، والقردة تستطيع أن تكذب وتغش وتحب وتتعاون. وفي دراسات كثيرة جدا ومؤلفات ألفت، خرج العلماء بنتيجة مهمة جدا، يقولون بالحرف الواحد: إذا أردت أن تفهم هذه المجتمعات الحيوانية، سواء على مستوى الطيور، على مستوى الكائنات الحية، الأنعام، حتى الحشرات، إذا أردت أن تفهم هذه المجتمعات بشكل دقيق، ينبغي أن تقارنها بالمجتمعات البشرية، ينبغي أن تقارن بالأمم من البشر. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الحقيقة قبل 14 قرنا في قوله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذه الحقيقة أيها الأحبة ذكرها القرآن عندما قرن بين المجتمعات من الحيوانات والكائنات وكل من يدب على الأرض وحتى الطيور، وقارنها بالمجتمعات البشرية عندما قال: إلا أمم أمثالكم ثم إلى ربهم يحشرون. ماذا تدل هذه الحقيقة القرآنية؟ تدل على أن القرآن سبق العلماء إلى حقيقة علمية مفادها أن كل هذه الكائنات عبارة عن مجتمعات، عبارة عن كائنات ذكية. فالغراب مثلا يتمتع بقدرة هائلة جدا على حل المشكلات المعقدة، ويتمتع بذكاء خارق في إيجاد الحلول المثالية لما يصادفه من مشاكل بهدف الحصول على الطعام. كذلك مجتمعات كبيرة مثل الفيلة لديها القدرة على التعلم من خلال تعاقب الأجيال، ولديها القدرة أيضا على أن تعيش في مجتمعات منظمة جدا. لذلك القرآن الكريم عندما يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه
إلا أمم أمثالكم، يعني كلام من الناحية العلمية دقيق جدا، كما يقول العلماء اليوم بالحرف الواحد. أيها الأحبة، العلماء اليوم في كل يوم هناك عشرات الأبحاث العلمية حول عالم الأسماك، الطيور، دواب الماء. تبين أن السمكة أو الحوت أو أي كائن مائي ليس أغبى من القرد مثلا، بل يتفوق عليه في بعض النواحي، في التمييز بين الألوان مثلا. لذلك هذا كله يناقض ما يدعيه بعض الباحثين اليوم المؤيدين للتطور، يناقض تماما أن مثل هذا السلوك الاجتماعي جاء نتيجة مصادفة أو جاء نتيجة عبث أو عشوائية، إنما هناك عمليات منظمة جدا ومبرمجة حتى على مستوى البكتيريا. الخلية البكتيرية فيها عمليات منظمة جدا ودقيقة، ومستوى الذكاء لديها لا يقل أهمية عن ذكاء الحيتان أو الدلافين أو حتى ذكاء الإنسان، لأن الذي خلق الإنسان هو الذي خلق هذه الكائنات. فالخالق واحد عز وجل، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، سبحانه وتعالى.